مزق الرجل الجدار وفتحه بالقوة، ثم سحب من داخله رزمة سميكة من الدولارات الأمريكية. عندها بدأ فريق القوات الخاصة فوراً في هدم الجدار أيضاً، وما تلا ذلك كان سيلاً لا ينتهي من الدولارات الأمريكية، الأمر الذي أربك حتى جنود القوات الخاصة المخضرمين وجعلهم يتخبطون في دهشة. وفي الوقت نفسه قام رجل آخر بإزاحة الأريكة جانباً. بدأ فريق القوات الخاصة في حالة من الذعر بحشو الأموال داخل الأكياس خلال الوقت المحدود. قاموا برحلات متكررة وهم يحملون النقود إلى الطابق السفلي حتى امتلأت المركبات عن آخرها. حان وقت الانسحاب، لكن القائد كان مسحورا بالأموال ورفض التوقف، ولم يوافق على المغادرة إلا على مضض بعد أن توسل إليه زملاؤه مرة أخرى. اخترقت المركبة البوابة الحديدية وانطلقت مسرعة نحو نقطة الإخلاء، ومع بزوغ الفجر وصلت الطائرة المستأجرة في موعدها المحدد. لكن أثناء استعدادهم لتحميل جميع أكياس المال على متن الطائرة، وقعت الكارثة. فقد بلغ مجموع الأموال المسروقة 300 مليون دولار بوزن هائل يصل إلى 3 أطنان، وكان عليهم التحليق فوق جبال الأنديز على ارتفاع 6000 متر فوق سطح البحر. بعد ساعات من الجدل الحاد، لم يكن أحد مستعدا للتخلي عن المال، لذلك قرروا المجازفة والإقلاع، وعلى متن الطائرة 3 أطنان من النقود. ولأسباب تتعلق بالسلامة حافظوا على ارتفاع طيران قدره 500 متر، وسرعان ما اقتربوا من السلسلة الجبلية. ومع صعود الطائرة بدأت تهتز قليلا، وازداد الضغط على هيكلها بشكل متزايد. وعندما بلغت الطائرة حدها الأقصى أصدرت المحركات أصواتا غريبة، ولعدم وجود خيار آخر للبقاء على قيد الحياة قاموا بإلقاء 100 مليون دولار من الطائرة. ومع تخلصهم من هذا الوزن ارتفعت الطائرة بسرعة. كانوا على وشك تجاوز قمم الجبال، وتنفس الجميع الصعداء.